ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله باذن الله هيكون اول بدايتنا في السوشيال ميديا، وهو بعد انتهاء تعديل الصور. طبعا احنا هنبدا ان شاء الله باذن الله في سلسله السوشيال ميديا. حاليا هنبدا باول حاجه معانا صديقي العزيز، وهي سلسله المطاعم، وبعد كده ان شاء الله باذن الله ندخل على السوشيال ميديا بالنسبه للمدرسين وبالنسبه لجميع انواع العمل. تمام، وهنخش الدمج الاحترافي والدمج البدائي، وهنمشي خطوه بخطوه مع بعض ان شاء الله باذن الله. بس النهارده خلينا نبدا بالحاجه الخفيفه، وهي سلسله المطاعم او السوشيال ميديا للمطاعم. بس قبل ما نبدا الفيديو يا صديقي العزيز، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتكتب كومنت بالحاجه اللي انت محتاجها مني في الكورس، او تبعت لي على الواتساب، او تستنى السيشن بتاع الديسكورد نتكلم فيه سوا ان شاء الله باذن الله. واهم حاجه ما تنساش تصلي على النبي. ويلا بينا ننزل بالانترو، يلا بينا بالانترو. ورجعت لك يا صديقي العزيز بعد الانترو. يا رب تكون بخير والوضع معاك لحد الان يكون مستتب، مفيش اي قلق، مفيش اي حاجه تعبك. طبعا الكورس حاليا الحمد لله احنا ماشيين بنظام كويس جدا. بقابلكم يا شباب في الديسكورد وبتعملوا شغل كويس جدا. اتمنى ان انتوا تفضلوا على نفس النظام، بل تحسنوا كمان وتعملوا حاجات اعلى واعلى. طبعا انا مبسوط بيكم كلكم. بامانه في منكم الناس مقصره، بس انا الاغلبيه مبسوط منهم، لان الاغلبيه شايفين اللي عليهم كويس جدا. فاتمنى ان كله يمشي بنفس النظام. طيب، النهارده باذن الله هنتكلم، قلنا على السوشيال ميديا للمطاعم. الشغل اللي ظهر قدامك على الشاشه ده هنتكلم عنه. الخمس تصاميم اللي قدامك دول هنتكلم عنهم من اول ما نجيب الماتيريال تمام لحد ما نبدا ننفذها جوه البرنامج. بس قبل اي حاجه تعال نتكلم عن النقطه بتاعتنا، وهي فكره ان انت ازاي اصلا تجيب الفكره اللي تشتغل عليها. طيب، هل معنى ان العميل جه يكلمني وقال لي يا باشمهندس ان انا محتاج تصميم لمطعم، ان انا هدخل افتح فري بيك او اي موقع من المواقع اللي شغال عليها وابدا انفذ على طول؟ لا يا باشمهندس، الكلام ده غير صحيح. يبدا معانا بقى فتره اللي هي اهم فتره احنا بنبداها كمصممين، وهي فتره التغذيه البصريه. ايه بقى التغذيه البصريه دي يا صديقي العزيز؟ بتمشي التغذيه البصريه دي على كذا نظام. طيب يا صديقي العزيز، وايه هي بقى النظم اللي احنا بنمشي عليها؟ اولا يا باشمهندس، وهي التغذيه البصريه زي ما اتكلمنا. اول حاجه في التغذيه البصريه اللي هي المواقع الاتيه. اول حاجه احنا معانا طبعا الفيسبوك والجروبات بتاعت الفيسبوك كلها. تاني حاجه معانا البي هانس. تالت حاجه معانا بنترست. رابع حاجه معانا مواقع جوجل عادي جدا، ممكن نعمل سيرش ويظهر لنا. تمام. طيب يا باشمهندس، طب انا حاليا جوه الباي هانس، وليكن عايز ابدا بباي هانس، وعايز اعرف فيه المعلومات اللي احنا بنتكلم عنها. ازاي ابدا اطلع الداتا اللي انا عايز اشتغل عليها من باي هانس؟ طيب هنعمل الاتي. هاجي معايا في السيرش دوت، انا عايز اعمل حاجه لمطعم، اكتب عربي او انجليزي على حسب. مثلا ممكن اكتب ايه؟ بوستر. تمام، بالعربي خالص. ماشي، مطعم بالشكل ده، وابدا بالعربي خالص. مش محتاج منك سيرش انجليزي. لو عايز سيرش انجليزي ممكن نعمل سيرش انجليزي عادي جدا. هتلاقي الحاجات دي بتظهر لك. ابدا قلب لحد ما تبص على الحاجات اللي شكلها كويس والحاجه اللي انت شايفها مناسبه. تمام. انا ممكن اجي هنا برضو بكتب بالعربي عشان اطلع كواليتي احلى. هاجي اكتب يا صديقي عايز ريستورانت سوشيال ميديا. تمام، بوست بالشكل ده، وابدا اعمل سيرش. هيبدا يظهر لي برضو بوسترات تانية جديده برضو نفس الشكل اللي انت شايفه دوت. ابدا اعمل تغذيه بصريه واتفرج واشوف الفكره اللي انا عايز اعملها. طيب، العميل جه قال لي ان هو عايز يعرض المنتجات بتاعته مش اكتر، مش هيعمل حاجه تانية، هو عرض منتجات بس. تمام. انا هعمل ايه يا باشمهندس؟ هعمل الاتي. هاجي اتفرج على البوسترات اللي هي زي دي كده. هبدا افتح البوستر معايا واتفرج على الشغل الداخلي اللي جواه، وابدا اشوف هل في حاجه مناسبه ليا ولا لا. انا شايف مثلا من اول واحد ده ان انا عمال اقلب، حاسه مش الاحسن حاجه، مش الكرييتيف، مش الحاجه اللي انا عايزها. تمام. طيب، دخلت على اول بوستر وحسيت يا باشمهندس ان ما فيهوش اي حاجه تلزمني. ممكن ادخل على تاني بوستر زي ده كده، واجي ابص على الحاجه اللي فيه، اشوف في حاجه فيه برده كويسه ولا لا. برضو انا حاسس ان ده برضو لا، مفيش حاجه فيه تخص المجال بتاعي، او حتى شكلها مش كويس. تمام. هاجي انزل معايا مثلا الحاجه الثالثه اللي هي ديت، وحاجه زي دي جايبه ريتش عالي جدا، فاكيد هلاقي في حاجه مناسبه ليا. هاجي ابص عليها، هلاقي الاشكال زي ما انت شايف حاليا كده. هو بيعرض المنتجات باكتر من فكره، باكتر من طريقه. تمام، زي هنا كده مثلا الكيدز ميل والكلام ده كله، وعنده مثلا اللي هو الرولز، وعنده مثلا اللي هو ايه، اللي هو البرجر والكلام ده، هتلاقيه عارضه فوق بنفس الشكل. فانا ممكن هنا استوحي منه شويه افكار. طيب تعالى نفتح بوستر زي ده. بوستر زي ده اتكون ازاي؟ طيب، ونيجي دلوقتي يا صديقي عايز بعد ما جبنا الحاجه اللي احنا عايزين ناخد منها داتا، نمشي على الخطوه الثانيه بتاعتنا. وايه هي الخطوه الثانيه؟ ان انا بجهز ورقه او نوت. تمام، وابدا اعمل تحليل او انالايز بمعنى الكلمه لكل حاجه موجوده عندي في البوست. اتكونت من ايه؟ جابها ازاي؟ جابها منين؟ كل الكلام ده. طيب، تعالى نعمل انالايز في البدايه، وابدا اديك فكره تبدا انت تعمل عليها انالايز، وابدا انا اقول لك الانالايز الصح في اخر الفيديو. تمام. طيب، لو جينا بصينا نلاقي عندنا باك جراوند. اول حاجه اللي هي بتاعه مسرح. تمام. بعد كده هو جاب الارضيه بتاعه المسرح او البليت بتاعتها، وبعد كده جاب اللي هي السجاده الحمراء، او ممكن يكون عاملها بريكتانجل تول. تمام. بعد كده جاب عنده اللي هو علامه المسرح ديت، اللي هي بيبقى مكتوب فيها الاسم بتاع المسرح، وحط فيها اسم البرجر، وحط صوره البرجر، وعمل لها شهاده، وعمل لها دمج في الالوان، وحط اللوجو. بس كده يعني الموضوع كله متكلف باربع خمس صور، والموضوع كله انتهى. تمام، الموضوع سهل وبسيط، مفيش فيه اي صعوبه.
طيب تعال نبص مثلا على حاجه زي دي، وليكن تعال نبص على حاجه تانية زي دي كده. انت مثلا هديك 10 دقايق مثلا تفكر تقول لي ايه ده، وقف الفيديو فكر وحل البوستر دوت مع نفسك، وبعد كده تعالى اسمع انا هقول ايه. طيب انا هفترض دلوقتي ان انت رجعت ليا وعايز تسمع التحليل بتاعي، تمام. هنا تعال نتكلم انا وانت. اول حاجه ايه اللي موجود يا صديقي العزيز؟ اللي موجود معانا اول حاجه ان هو فيه 3 عناصر من البرجر، تمام. بعد كده جايب خلفيه مسرح مختلفه، جايب الستيج بتاعه الكلام او المايكات بمعنى الكلمه، الستيج اللي بيبدا يقول عليها الخطاب بتاعه الرسمي، تمام. وبعد كده يا صديقي العزيز هو جايب اللوجو وعامل له بلند مود وعامل له اوفرلاي عشان يبان معاك اللي هو التشققات بتاعه الخشب اللي تحت منها، وحاطط اللوجو وكاتب الكلمات ودمج البرجر مع الارضيه وبس كده يا صديقي العزيز. يعتبر الموضوع كله بالنسبه له هو عباره عن 3 صور بالظبط، صوره اللوجو وصوره المايكات والصوره الثالثه اللي هي بتاعه الستيج، وطبعا البرجر كده كده هو موجود معاه، تمام. يعني الموضوع كله متكلف في 3 صور، مش قصه كبيره، يعني الدنيا كلها سهله، تمام. يبقى انا بالنسبه لي قبل ما باجي اشتغل انا بعمل تغذيه بصريه وتحليل لكل حاجه انا بشوفها لحد ما اوصل للحاجه اللي انا عايزها، تمام. ممكن مثلا نيجي لحاجه زي دي كده، حاجه معموله فيها اي اي اهيت. تعال نبص عليها ونبص على الديزاينات دي، ديزاينات جميله جدا الصراحه، ماشي. ممكن ناخد واحده منها كتنفيذ ونشتغل عليه. طيب يا اصدقائي عايز بعدنا فتحنا بوسترات زي دي الصراحه، البوست دوت اللي عامل الديزاينات دي شخص فنان جدا الصراحه، ديزاينات جميله جدا. تعال نبص عليهم واحده واحده. اول حاجه تعال نبص على بتاعت يستحق المغامره. التصميم ده اتكون من ايه؟ اول حاجه هو جايب كيف عادي جدا، صوره كيف، وجاب في الكيف ده شخص، تمام. بعد كده جاب صوره البرجر وقص الكيف وحط البرجر من ورا وعمل له بلندنج اوبشن عشان يظبط اللايتنج والكلر مود بتاعه، وجاي كتب الكلمه وحط الايه الديسكريبشن بتاع المحل. يعني التصميم كله اتكلف عباره عن صورتين او 3 صور ماكسيمم مع الفونتات بس كده، تمام. تعال نبص التاني واحده، برضو نفس الحكايه، هي صورتين، صوره الباك جراوند وصوره اللي هو البرميل اللي تحت دوت، وصوره الايد وصوره البرجر. فالموضوع ده كله متكلف من 4 صور بالظبط، عامل لها بلند بشكل جميل جدا وعامل مصدر لايت موحد ومظبط الدنيا، فصراحه ديزاين جميل جدا. وتعالى نبص على تالت حاجه هنا معانا، برضو الحاجه ديت سهله جدا وحاجه بسيطه جدا. هو راح على الاي اي جاب صوره وجاب ايد عمل لها بلندنج مع اللي هو الشجر، مع عن طريق برضو الاي اي او عن طريق الدمج الحر، وهنتعلم كل الكلام دوت، تمام. وبعد كده جه خد البرجر حطه جوه الايد وبس كده يا صديقي العزيز. عباره عن بالظبط هو 3 صور او 4 صور، لان الارنب ده مدموج على فكره، دي مش صورته الاصليه لان اللايتنج بتاعه مش متظبط، تمام. فهو عباره عن 4 صور بالظبط، هو جمعهم على بعض وطلع لك الديزاين اللي انت شايفه قدامك ده، اللي انت ممكن تستغرب ان هو ازاي عامله كده. طيب تعال نبص هنا برضو، هتلاقي عندك هنا هي صوره واحده اللي هي صوره العربيه بالمرايه واللي هي جايه معاها الارضيه، وجه خد قص المرايه وحط فيها البرجر من جوه، عمل له بلند مع الارضيه اللي باينه، وجه حط طماطم هنا وفلفل هنا، فخلاص كده يعتبر التصميم بتاعه خلصان. 3 4 صور برضو بيكون التصميم كله خلصان. يبقى الفكره كلها صديقي العزيز مش في ان انا ازحم التصميم وكتر من العناصر، بل ان انا ممكن اقلل العناصر واطلع ديزاين جميل جدا طبعا. فهنا الصراحه انا اهم حاجه بعملها ان انا ببدا اغذي بصري كويس جدا، وابدا اقلب في كل الديزاينات دي لحد ما اعرف كل افكارها من كتر الفرجه ومن كتر ما انا بحلل الحاجات ديت، تمام. انا بطلع بنتيجه كويسه، فاهم قصدي؟ وطبعا انا هسيب لك اللينك بتاع الديزاين ده كله على بعضه بتاع المصمم دوت، انا ما اعرفش هو مين، بس هسيب لك اللينك بتاعه تقدر تحلله وتتفرج عليه براحتك وتعرف كله منه كل الافكار، بحيث ان انت في الاخر تستفيد ان انت فاهم كل حاجه من الحاجات اللي قدامك ديت، تمام. طبعا هنا هو انت لو واخد بالك زي ما انا قلت لك هو عباره عن 3 عناصر بالظبط دمجهم على بعض، صوره الشخص مع الورق اللي ورا، وهنا البرجر، وهنا معاك الكيف نفسه، فخلاص يعتبر مع بلند كلر. وهنا نفس الحكايه هو جاب الايد وعمل بلند للعشب عليها اللي هو عن طريق ان هو يعمل لها باترن عشب، وجه حط اهوت الارنب زي ما قلت لك، الارنب متركب لان الكلر بتاعه كان مختلف جدا، وبعد كده حط لك الشجر والحاجات دي كلها، فكل ده مجرد شويه ديزاينات خفيفه جدا ما عملش اي تعب حرفيا. فالصراحه تصميم جميل، تصميم متعوب عليه، بس الشخص ده فاهم هو بيعمل ايه، ما كترش ماتيريال، عمل ماتيريال قليله بس طلع لك حاجه كويسه جدا تعجبك. وهو زي ما انا بقول لك دايما يا صديقي العزيز، خلي بالك المصمم ما هو الا فكره، وان ماتت الفكره مات المصمم، وان عاشت الفكره عاش المصمم. وركز في الكلام ده كويس، انا مش بقول لك انشا تسمعها وتكبر دماغك، فعلا انت كمصمم او انت دنيتك كلها عباره عن فكره، لو بتطلع افكار ودماغك شغاله هتوصل لنتائج كويسه جدا، مش بتطلع افكار ودماغك مش شغاله حتى لو كنت مبدع وفاهم كل حاجه في البرنامج مش هتطلع اي شغل. وخلي بالك ان انت عشان تطلع افكار وتولد افكار لازم تكون بتعمل تغذيه بصريه كويسه جدا عشان تقدر توصل لاحسن نتيجه ممكنه. بس كده يا صديقي العزيز، يلا بينا ندخل على المرحله الثانيه وهي مرحله تجميع الماتيريال، ونبدا نشتغل مع بعض على ال5 تصاميم اللي احنا اتكلمنا عنهم واللي انت شفتهم في اول الفيديو. يلا بينا. ووصلنا يا صديقي العزيز للمرحله المهمه وهي مرحله تجميع الداتا. طيب تجميع الداتا دي انا جمعت الداتا اللي انا اشتغلت بيها دي من فين؟ طبعا موقعك الاول والاخير هو فري بيك، ده الاساس بالنسبه لك. انا باجي اعمل ايه؟ باجي مثلا اول حاجه اكتب كلمه برجر، تمام، بوستر. طيب ليه برجر بوستر؟ عشان انا لو ما خدتش افكار كامله اقدر اجيب افكار تاني من هنا، تمام. بص مجرد ما اكتب كلمه برجر بوستر هيظهر لي التصاميم اللي انت شايفها قدامك ديت،
انا ممكن الاقي فيهم اي حاجه تساعدني، زي بوستر زي ده كده ممكن تلاقي الماتيريال اللي هنا تساعدك، وانت مجرد انت هتغير البرجر مثلا والعناصر اللي في الجنب وتاخد الارضيه بالشادو بكل الكلام ده، هيبقى معاك كويس جدا. تيجي تبص هنا هتلاقي معاك ديزاينات كتير جدا تقدر تاخد منها الفكره وتبدا تنفذها انت. يعني بص زي ده الثقه عايز، هو فكره ان هو مدفوع بس انا ممكن اجي اخد منه الفكره وابدا انفذها. يعني ايه، هو جايب باك جراوند البلد ورا، تمام، ممكن تكون هي البلد دي هي المكان اللي فيه المحل، تمام، وبدا يجيب صوره البرجر وجاب بليت خشب وبدا يعمل بلاك اند وايت ورا. فالفكره بسيطه وسهله مش محتاجه اي تعقيد منك، تمام. انت مجرد انت بتاخد افكار وتبدا تنفذ انت وتبقى عارف انت هتجيب ايه. طبعا هنا برضو التغذيه البصريه مهمه جدا في فري بيك، انك تبحث عن نفس الحاجه اللي انت عايز تعملها وتكتب جنبها كلمه بوستر، تلاقي عندك ديزاينات زي دي كده تساعدك. هنا مثلا انا ممكن اخد ديزاين زي ده كده وابدا اعدل عليه كمان، مش محتاج ان انا اشتغله من الصفر، لا انا ممكن اخد ديزاين زي ده اشيل منه البرجر واحط البرجر بتاعي، اشيل الداتا واحط الداتا، اغير الباك جراوند اللي ورا واسيب الاضاءات دي عشان شكلها كويس واسيب الارضيه عادي جدا، تمام. يعني مش شرط ان انا عشان بقول لك ان احنا اشتغلنا العنصر دوت وعملناه من الصفر انت تعمله من الصفر. سهل على نفسك طالما في حاجه بتسهل، عمرها ما كانت عيب ولا حرام. طيب تعال نشتغل انا وانت من الصفر. اول حاجه هنيجي نكتب وودن، تمام، ستيج. دي اول حاجه بالنسبه لنا اللي هي الارضيه الخشب اللي انت شفتها ديت، هيظهر لك كل الارضيه الخشب اللي انت شايفها ديت، ممكن ناخد اي واحده فيهم ونبدع فيها. انا مثلا ممكن اشتغل ديزاين مثلا ايه بارضيه مختلفه عن الارضيه اللي انا كنت شغال بيها، ممكن مثلا نروح لحاجه زي ديت، تمام، وابدا اعمل داونلود، واي ماتيريال هتلاقيني اشتغلت بيها سواء الجديده او القديمه هتلاقيها موجوده عندك في قلب اللينك الدرايف اللي متساب تحت، او ابعتها لك على جروب الواتساب. ركز في الكلام دوت، تمام. هاجي هنا ابدا افتح الديزاين بتاعي. ركز معايا قبل ما تفتح الديزاين بتاعك، انت عارف ان الديزاين ده هيتعرض على منصه ايه؟ هتقول لي اه والله ده سوشيال ميديا، بس ثواني، هو السوشيال ميديا هي الانستا زي الفيس زي التويتر زي كل الكلام ده؟ هتقول لي لا يا باشمهندس، صح. طيب ازاي لا، او ليه بقول لك لا؟ لان انت لو خدت بالك الانستا هتلاقي الريزولوشن بتاعه او السايز بتاعه 1 تو 1. يعني ايه 1 تو 1؟ يعني الطول بتاعه قد العرض، يعني بتشتغل سكوير. لكن لو جيت بصيت للفيسبوك هو بيبقى ريكتانجل، يبقى 3 تو 1 او 1.19، تمام، تو 1. طيب دي المقاسات الجديده التحديث الاخير اللي اتعمل للفيسبوك رخر. طيب انا عشان اجيب المقاس بتاعي اللي هشتغل عليه اجي اعمل ايه؟ هاجي اكتب هنا يا صديقي العزيز معايا في جوجل، اكتب فيسبوك بوستر وليكن، تمام، اهوت، واجي اكتب هنا كده بوستر، تمام، اهوت سايز، وابدا اعمل سيرش يا صديقي العزيز، يبدا يظهر لي هنا الفيسبوك بوستر سايز، تمام. زي ما انت شايف بيقول لي هنا هو جايبها لي بالبيكسل. انا بالنسبه لي مش عايز يا عم البيكسل، انا عايز تيجي تقول لي كام لكام، الاسبكت ريشيو بتاعته كام لكام. هيجي هنا يقول لك الاسبكت ريشيو بتاعت دي الفيسبوك دايمنشنال، ده ممكن ندور اهي اللي هي ال 1.9121، دي كده الاسبكت ريشيو بتاعتي. يعني انا بالنسبه لي يا صديقي العزيز الرقم اللي هحطه هضربه في 1.91. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو هكتب في الطول، وخلي بالك انا ممكن اشتغل بالسنتي عادي مش فارقه معايا طالما انا هحط الاسبكت ريشيو بتاعتي وماشي على الاسبكت ريشيو. هنا تاخد بالك ان العرض هو اللي اكبر من الارتفاع، يعني العرض بتاع البوست هو اكبر من طوله. فانا هاجي هنا مثلا اكتب هنا بالسنتيمتر، هقلبها سنتيمتر واكتب هنا مثلا 20 سم. طيب تعالى معايا افتح لي الكالكوليتور زي ما انا هعمل حاليا، وهاجي اكتب 20 سم تايمز 1.91، هيبدا يطلع لي الرقم اللي هو 38.2. يبقى انا هاجي اكتب هنا 38.2 يا صديقي العزيز. طبعا ريزوليوشن ايه؟ ريزوليوشن قلنا 150 عشان ده ايه؟ سوشيال ميديا، الله ينور عليك. وطبعا ار جي بي، ونبدا نعمل كرييت. ده كده مقاس الفيسبوك، على عكس الانستا بتاع صديقي العزيز، الانستا بتكون 1 تو 1. انا مجرد الانستا هنا لما هكتب هنا 20 هكتب هنا 20 كمان. طيب يا باشمهندس، هو انا لو عايز اشتغل على ديزاين ينزل الاثنين، اشتغل على الكبير ولا اشتغل على الصغير؟ لا يا صديقي العزيز، اشتغل على الصغير مش الكبير. يعني اشتغل على مقاس الانستا وبعد كده ترفعه على الفيس عادي جدا. طيب ليه النقطه ديت؟ عشان الفيس يا صديقي العزيز هيقدر يعدل المقاسات بدماغه هو ويحط لك في الجناب هوامش يمين وشمال، لان هو الفيسبوك بيدعم ال1 تو 1 لكن الانستا ما بيدعمش المقاسات الكبيره. فاهم الفكره؟ عشان ما يجيش معاك مشكله وانت بترفع الديزاين تيجي تعاين الديزاين من بره تلاقيه مش ظاهر اصلا. فاهم الفكره؟ يبقى انا بالنسبه لي لو هشتغل بوستر هينزل على انستا وفي نفس الوقت على الفيسبوك، يبقى انا اشتغل على مقاس الانستا مش على مقاس الفيسبوك، تمام. طيب خلينا النهارده نشتغل ديزاين على انه هينزل الفيسبوك فقط. انا جبت هنا وليكن الباك جراوند اللي انا هشتغل عليها وهي الباك جراوند الخشبيه ديت. هبدا اسحب الباك جراوند الخشبيه وابدا ادخلها معايا هنا كده. عندك حل من الاثنين، يا اما هتكبر الباك جراوند على قد الديزاين بالظبط، يا اما هتكملها بالاي اي. انا عن نفسي ممكن اكملها بالاي اي، وهسيب لك الصوره بعد التكمله بالاي اي عندك في الديسكربشن او برده على الواتساب في نفس المكان، تمام. هبدا اعمل جنريت معايا كده يا صديقي العزيز، هيبدا هو اوتوماتيك يكمل الصوره معايا. عشان كده انا بقول لك نسخه 24 مهمه ليك لو انت هتشتغل شغل فعلي وهتكسب منه فلوس مش هتتعلم بس. فانت حاول في اقرب فرصه ممكنه تشترك اشتراك رسمي، والاشتراكات الرسميه احنا موفرها لك بارخص سعر، تقدر تسالني عليها وهقول لك السعر كام ان شاء الله باذن الله. طيب نستنى لحد ما يخلص. طيب وبعد ما يخلص هو يا صديقي العزيز الجنريشن بتاعه، رجعت لك من تاني. هنبدا نجمع الثلاث عناصر بتوعنا في سمارت اوبجكت. طيب ليه بجمعهم في سمارت اوبجكت يا باشمهندس؟ عشان يبقوا ماسكين
بعض كصوره واحده. تمام، وابدا انا بقى معايا اشتغل. طيب انا عايز بعد كده يا باشمهندس اجيب عنصر البرجر، هجيبه منين؟ عندك هنا ممكن تكتب كلمه برجر، تمام، وتشوف الاشكال اللي هتظهر لك. لو ظهر لك شكل البرجر لوحده تقدر تستخدمه كبي ان جي زي ما انت شايف حاليا كده، او ممكن تجيبه منين تاني؟ ممكن تدخل معاك على موقع شاتر ستوك، هتلاقي عندك برجر برضه، بس المشكله ان شاتر ستوك موقع مدفوع فمش هتلاقي الصوره بشكل مجاني 100%. طبعا خلي بالك الديزاين اللي انا كنت شغال عليه اهوت، اللي انا كنت معدل عليه قبل كده، شلت منه برضه الوودن واشتغلت عليه اللي هو اتعمل عليه بتاعه فلافيل لو تاخد بالك، عشان هنجيلها دلوقتي. انا ممكن اخد صوره زي دي كده، تمام. هتقول لي بس الصوره دي يا باشمهندس بباك جراوند، انا ممكن اجي اعمل هنا ريموف باك جراوند من جوه الموقع او من قلب الفوتوشوب وابدا اعمل لها كاتنج. انا هنا مثلا هستسهل الموضوع واعمل لها ريموف باك جراوند من هنا من بره. تمام، بص معايا كده، هو شال الباك جراوند، هبدا اعمل داونلود كبي ان جي. خلاص انا كده بقى معايا صوره البرجر بي ان جي يا صديقي العزيز. هاخده معايا على الفوتوشوب وابدا ادخله، اظبط حجمه على قد البليد بالظبط. ونبدا يا صديقي العزيز بقى في المرحله المهمه بتاعتنا دلوقتي، وهي مرحله ان انا عايز ادمج الصوره بتاعتي زي ما انت شايف حاليا. عايز اجي ادمج البرجر بتاعي وابدا اعمل له الشادو بتاعه واللايتنج بتاعه. لو تاخد بالك البرجر منور جدا بعيدا عن الباك جراوند، الباك جراوند كلها غامقه هو منور. فانا بالنسبه لي عايز احط فوكس بوينت للنور عشان ابدا اشتغل عليها. طيب احنا هنا لو خدت بالك الفوكس بوينت بتاعت النور جايه من فوق من هنا. يعني انا بالنسبه لي لما هاجي اظبط لايتنج بعد كده، عشان تبقى واخد بالك، عشان الشغل ده احنا لازم نمشي عليه مع بعض سنه سنه. لما هاجي اظبط مكان اللايتنج هيبقى الجزء ده كده، لان اللايتنج نازل من هنا كده. تمام، فاجي انا معايا دلوقتي على البرجر، تمام، زي ما انا شغال حاليا، وابدا اجي اظبط له الشادو بتاعه. اول حاجه طبعا انا ممكن اجي اعمل ماسك للبرجر واظبط الحواف اللي طالعه منه الزياده ديت عن طريق الاريزر تول. تمام، واجي اظبط انا الاريزر تول بتاعتي بحيث ان هي تكون بتديني الشيب اللي انا عايزه. طبعا هاردنس 100% يا صديقي العزيز عشان تبدا البراش تظبط معاك. انا الاجزاء الصغيره دي طبعا على فكره ما تستسهلش بالاجزاء الصغيره وتقول يا باشمهندس ما هي مش باينه. هي مش باينه يا صديقي العزيز، بس بتفرق ما بين مصمم فاهم وتعبان في الشغل ومصمم مكروت، وانت بتاخد بالك من فرق الشغل جدا. طيب ممكن انا عندي بقى للشادو حلين اتنين. الحل الاول انا ممكن اجي اعمل اللبس وابدا اجي احطها تحت البرجر واعمل اللبس بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده باللون الاسود. طيب ده كده حل. الحل التاني ان انا ممكن اعملها بالبراش تول. انا هبدا باول حل معايا وهي اللبس، وابدا اظبط حجم اللبس على قد حجم البرجر بالظبط، تمام، بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده اهي يا صديقي العزيز. وابدا امط اللبس شويه عشان تيجي على البرجر بالظبط، واجي اطلعها لقدام. هاجي معايا، طيب يا باشمهندس دي كده مش شادو، ايوه نبدا بقى نرجع لقائمه فلتر انا قلت لك هتفضل معاك طول حياتك بنشتغل بيها. هاجي على قائمه بلور جاليري وانزل على فيلد بلور عشان اديها تمويجه الشادو، واعمل كونفرت تو سمارت اوبجكت وابدا اشتغل معايا زي ما انت شايف حاليا يا صديقي العزيز. هاجي هنا انا مش عايز الرقم يكون زياده قوي، خلي بالك، لان انا بالنسبه لي لسه هقلل الشادو، فانا مش محتاج الرقم يكون زياده. طيب انا كده يعتبر ظبطت الشادو. ممكن انا اقلل الاوباستي بتاعته، خليه مثلا 70% بحيث ان هو ما يبقاش غامق قوي، او 80% لحد ما اوصل للشكل اللي انا شايفه مناسب بالنسبه لي زي ما انت شايف حاليا كده. طيب يا باشمهندس دلوقتي الشادو تحت البرجر، لكن البرجر معايا منور. انا اظبط الموضوع ده ازاي؟ هاجي بقى الدور الثاني بقى واقف على اللاير بتاعت البرجر نفسها. اول حاجه يا صديقي العزيز هاجي على اللاير واعمل لها ريسترايز لللاير عشان تبدا تفك معايا السمارت اوبجكت بتاعها. تمام، بعد ما عملت ريسترايز لللاير هبدا اجي معايا على البانل اللي جايه وهي البيرن تول. الاداه اللي معايا دلوقتي اللي هي البيرن تول، وهي اداه التغميق يا صديقي العزيز، واتكلمنا عنها الفتره اللي فاتت كتير جدا واحنا بنشرح في الادوات، وكنت قايل لك سيبها لوقتها. مجرد ما هاجي يا صديقي العزيز وابدا امشي على البرجر من هنا كده، لاحظ ايه اللي بيحصل معايا؟ بيبدا يغمق اللون بتاع البرجر لو انت واخد بالك. فانا بالنسبه لي دلوقتي كده انا غمقت الجزء اللي انا كنت محتاج اغمقه. تمام، وطبعا ما تدوسي قوي في فكره التغميق، عشان التغميق ممكن يخلي الحاجه معاك مسوده، فاحنا مش عايزين الشكل ده، احنا عايزينها مجرد غمقان بسيط. طيب انا معايا اللايتنينج نازله من فوق صح، يعني الجزء ده المفروض يكون منور زي الجزء ده. هاجي معايا على الدوج تول وامسك الدوج تول واعدي على النص ده كده تعديه واحده بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده. شايف كده ايه اللي حصل معايا دلوقتي؟ البرجر بقى كله درجه لون واحده مساوي بعضه، تمام، مفيش اي مشكله فيه. هاجي معايا بعد كده صديقي عايز انا كده يعتبر لو خدت بالك ده كده البرجر بقى بعد الدمج، وهحط لك البرجر قبل الدمج دلوقتي برضه عشان تشوفه. ده كده يا صديقي العزيز البرجر قبل الدمج، وده كده بعد الدمج يا صديقي العزيز. ده كده البرجر بتاعنا بعد الدمج. خلي بالك الموضوع يبان لك ان هو خطوات سهله جدا وبسيطه، بس بتفرق جدا ما بين اي مصمم فاهم ومصمم مش فاهم. يعني فكره اللون والشادو والكلام ده كله خطوات لازم تاخد بالك منها قوي قوي قوي، وما تكسلش فيها بالله عليك، وما تجيش تقول عادي طب ما انا ممكن اعمل لها سكيب. لا، دي بالذات ما تعملهاش سكيب يا صديقي العزيز بالله عليك. تمام، طيب
وبعد ما خلصنا في الدمج يا صديقي العزيز نبدا نخش على المرحله الثانيه، وهي مرحله تجهيز الكتابات والعناصر اللي تضاف على الصوره. طبعا اول حاجه معايا ان انا هبدا اجي اسيب مكان للوجو في الجزء ده كده، ممكن اجي ابدا اعمله جوه ريكتانجل، واختار ريكتانجل مثلا بالكلر الابيض زي ما انت شايف كده، وابدا اسيب المكان ده كده وليكن للوجو هنا كده مثلا، ده يبقى مكان اللوجو بتاعي. عادي جدا ممكن احط اللوجو من غير المكان دوت عادي جدا، او ممكن انقل اللوجو ناحيه اليمين، بس الافضل ان اللوجو يكون ناحيه الشمال دايما عشان هو معتاد عليه ناحيه الشمال كلوجو. تمام. طيب يا صديقي العزيز، وبعد ما سيبنا مكان للوجو فاضي معانا، نبدا نخش على الخطوه الثالثه، وهي اهم خطوه، وهي مرحله الكتابات. من اصعب المراحل ومن اكتر المراحل اللي محتاجه فيك محتاجه تعب ومحتاجه انك تركز فيها قوي جدا. طيب ازاي يا باشمهندس محتاج ان انا اركز؟ لان الكتابات ديت لازم ان انت تحط جمله بسيطه لا تتعدى 3 كلمات، وفي نفس الوقت تكون معبره عن كل حاجه احنا بنقولها في البوستر ده او بنوصلها للعميل. تمام. وليكن مثلا انا ممكن اتكلم هنا عن عرض البرجر اللي مثلا العميل عامله زي ما انا كنت بتكلم، واكتب عليه عرض يستحق التجربه وليكن. تمام. طيب انا عايز اعمل ستايل معين او فونت معين، لازم اوصل لفكره انا محتاجها. انا هكتب كلمه عرض يستحق التجربه. تمام. ونبص على الفونتات اللي عندي، احنا نقدر نتعامل بيها ازاي. طيب يا صديقي العزيز، بعد ما كتبنا الكلمه احنا محتاجين دلوقتي نظبط الستايل بتاعها والفونت بتاعها. هيجي معايا حل من الاثنين. طبعا الحل الاول وهو الحل الفونتات المجانيه، ودي هتلاقيها عندك على المواقع الاتيه زي مواقع عرب فونتس و1001 فونت. 1001 فونت يا صديقي العزيز لفونتات اللي هي الانجليزي، وعرب فونتس للفونتات العربيه. طبعا باقي الفونتات اللي انت مش هتلاقيها هنا ولا هنا، اعرف انها فونتات مدفوعه. يعني ايه مدفوعه يا صديقي العزيز؟ يعني الفونت لازم تشتريه. طيب عندك الحل التاني، وهو الحل اللي انا بقول لك عليه، وانا مش بقول لك عليه كتسويق والله ابدا، بس فعلا لان الحاجه دي تستاهل كتير جدا، وهي المكتبه اللي انا عارضها عليك. وطالما انت معايا في الكورس صديقي العزيز، يعني تقدر تقسط المكتبه على دفعتين، تقدر تتواصل معايا لو انت حابب تاخد المكتبه، لان المكتبه مليانه بالفونتات، فيها حوالي 60000 فونت. بس مش بنصحك انك تسطبهم كلهم، سطب المدفوعين منهم بس، وهتلاقيني مجمعهم لك في فايل اسمه في اي بي فونتس زي ما هو ظاهر قدامك حاليا يا صديقي العزيز. وطبعا اي اضافات بتنزل على المكتبه بتكون بشكل مجاني، يعني المكتبه تشتريها مره واحده بس، والاضافات بتاعتها بتكون مفتوحه، لان احنا بنحاول نوصل المكتبه لحد 100 جيجا. المكتبه حاليا 60 جيجا، وان شاء الله باذن الله عن قريب تكون 100 جيجا باذن الله. طيب يلا بينا نرجع للمحتوى بتاعنا تاني، يلا بينا. احنا دلوقتي عايزين بقى نغير الفونت بتاعنا ده ونلاقي فونت مناسب. انا عايز احط فونت يكون جذاب ويشد العين. هبدا اجي معايا على فونتات السوشيال ميديا وادور في الفونتات بتاعتي. ممكن اجي مثلا على فونتات زي فونتات حمدي اللي هم السبع فونتات. طبعا انا مش بحب السبع فونتات، لان السبعه يعني الفونت السابع شكله مش الطف حاجه. تمام. وباقي الفونتات مش احسن حاجه، مفيش منهم غير فونت بتاع 4 هو اللي انا الصراحه بحبه. يعني باقي الفونتات حاسسهم مش قوي، فاهمني؟ بس الفونت بتاع اللي هو في 4 ده انا حاسه لطيف شويتين. وغير كده انا كنت بستعمل فيه 3 الاول لان هو برده كان حلو. فطبعا انت السوشيال ميديا خلي بالك، السوشيال ميديا بتحب التنوع، يعني دور على فونتات تكون حيويه شكلها كويس، تكون حاجات كده فاهمني بريميوم. فخلي بالك مرحله تدوير الفونتات ما تملش منها، ما تزهقش من ان انت بتدور بقالك كتير او الكلام ده كله. لا، خد راحتك خالص ودور براحتك لحد ما توصل للفونت المناسب. انا طبعا هقعد ادور مع نفسي لحد ما اوصل لفونت مناسب وارجع لك من تاني. وانت نفس الحكايه، مش لازم مستخدم الفونت اللي انا استخدمته. انا هحط لك كل الماتيريال، بس مش لازم تستخدم نفس الفونت، عادي ممكن تستخدم اي فونت تاني. يلا بينا ندور على فونت ونرجع تاني، يلا بينا. طيب يا صديقي العزيز، وبعد ما عملنا كلمه عرض يستحق التجربه واخترنا الفونت بتاعنا، انا اخترت فونت بولد اللي هو البيج اكس عشان الصراحه انا بحب الفونت ده شويتين. تمام. هيجي معايا المرحله الثانيه، وهي مرحله الستايلات ومرحله التنسيق. مرحله التنسيق والستايلات مرحله مهمه جدا وبتاخد منك وقت شويتين. عندك حل من الاثنين. الستايلات في منها حلين، اللي هو ال 3 دي والستايلات الجاهزه اللي جوه البرنامج. ال 3 دي يبقى انت هتيجي تكتب هنا على فري بيك، هتكتب 3 دي فونت. تمام، عادي جدا، ويبدا تشوف الستايلات اللي موجوده وتختار منهم الستايل اللي يعجبك بالشكل الاتي دوت، وتبدا تدور لحد ما توصل للستايل اللي انت شايفه مناسب بالنسبه لك. اول حاجه التانيه، والحاجه دي مدفوعه بس انا هوفرها لك في الداتا عشان ما تقلقش، كده كده عادي يعني. هتلاقي عندك قائمه ستايلز اللي هي اللي انت بتشوفها قدامك دي ستايلات جاهزه. انا تعبت فيها عشان اوصل لها اصلا، وبعد ما وصلت لها ان شاء الله باذن الله هتلاقيني سايبها لك. هي اي نعم من محتوى المكتبه، بس هتلاقيني سايبها لك في لينك الديسكربشن اللي تحت دوت مع الماتيريال. فتختار منها الستايل اللي انت عايزه وتشتغل بيه زي الستايلات اللي ظاهره قدامك دي. كل دي ستايلات موجوده. انا مثلا الستايل ده شايفه مناسب مع الديزاين بتاعي، ممكن اكبر كلمه عرض يستحق التجربه. تمام. واجي ابدا بقى احط السعر بتاعي اللي هو العميل محتاجه. ابدا اعمل وليكن ايه اللبس هنا كده صغيره، واحط هنا السعر قبل وبعد. تمام. او مثلا اجيب كلمه سيل من على فري بيك واجيب الماتيريال بتاعتها، اكتب هنا كلمه سيل وليكن، هيظهر لي الاشكال بتاعه الكتابات اللي انا ممكن اشتغل بيها، زي الاشكال زي دي كده، او اشكال تانية زي دي كده، اختار منها الشكل اللي انا عايزه واحط عليه السعر بتاعي. او ممكن اجي اضيف شويه ماتيريال تانية، زي ان انا ممكن اجي اجيب مثلا اللي هو سلايس طماطم، اكتب هنا توميتو. تمام. سلايس
بالشكل ده يا صديقي العزيز. هيطلع لي اشكال الطماطم زي ما انت شايف حاليا كده. ممكن اخد سلايس الطماطم ده كده واعمل له ريموف باك جراوند واخليه طاير في الهواء كتجميل للباك جراوند بتاعتي مش اكتر. واجيب برضو اللي هو الفلفل اللي هو البيبر. ولو انت عندك اي مشكله في الانجليزي عادي جدا انك تفتح جوجل وتختار من هنا جوجل ترانسليت وتخليه مفتوح جنبك وتكتب كل حاجه، مش عيب خالص. احنا لغتنا عربي، مش عيب ان انت مش ما تكونش متقن انجليزي، عمرها ما كانت عيب ولا حرام. تمام. انا هاجي هنا مثلا اكتب بيبر، واجي هنا يا صديقي عايز ابدا ادور على شريحه فلفل برضه اخدها معايا اشتغل بيها زي ما انا خدت شريحه طماطم برضه اشتغلت بيها. ابدا ادور معايا لحد ما اوصل للشكل اللي انا محتاجه مثلا. تمام. ونبدا نطلع معايا هنا كده، يمكن الاقي شكل من الاشكال دي تنفع، ولكن بس دول لازقين في بعض فمش هينفعوا معايا. فانا محتاج شكل ما يكونش لازق في بعضه وكل سلايس بعيدا عن التانية. تمام. وبعد يا صديقي عايز ما استقريت انا على شكل انا هحط الفلفلايه كامله ولقيت الشكل اللي انا محتاجه، هبدا اعمل له داونلود برده بنفس الشكل اللي انت شايفه حاليا دوت. وابدا استنى بعد ما الاشكال بتاعتي كلها هتنزل. تمام. والداونلود بتاعي يخلص ابدا دلوقتي اشتغل بكل الاشكال اللي انا عملت لها داونلود واجمل بيها الشكل بتاعي. طبعا انا هاجي ادخل على الماتيريال بتاعتي هلاقي اول حاجه التوميتو سلايس هاخدها معايا. تمام. وطبعا التوميتو سلايس لازم تنزل تحت اللوجو كمان، تحت علامه اللوجو. وابدا اخدها هنا يا صديقي عايز واصغرها بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده، واقدر اخليها مثلا بميل اكنها بتقع من فوق. وطبعا عشان اديها شكل جميل وكويس هاجي هنا على قائمه فلتر واجي على بلور واختار حاجه اسمها موشن بلور، يعني بلور للحركه، واعمل بريفيو صديقي اللي عايزه وابدا اكبر فيه الديستانس كل شويه بيبدا يديني هزه معينه. وانا مثلا ممكن اغير الانجل بتاعت الهزه بتاعتي عشان تبان ان هي بتقع من فوق، وابدا ازود الديستانس بتاعتي شويتين بحيث ان هي تديني الايفكت اللي انا مستنيه كده اهو بنفس الشكل ده. واجي نفس الحكايه بالنسبه للفلفل يا صديقي العزيز اعمل له اكستراكت وابدا اشتغل بيه برده بنفس الطريقه. تمام. تعالى معايا دلوقتي كده مثلا ناخد الشكل معانا. تمام. نفتح البي اس دي بتاعه برضو ونبدا ناخد الفلفل معانا بنفس الطريقه برضو ونصغر الحجم بتاعه وابدا احط برضو في نفس المكان هنا كده وليكن بالشكل ده. تمام. واصغر الحجم بتاعه اكنه برضو بيقع بنفس الفكره، واخد هنا نفس الفلتر بتاعي واطبقه عليه مع تعديل طبعا الفلتر عشان الانجل بتاعت الوقوع بتاعته لازم تكون عكس الانجل التانية بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده صديقي العزيز. واجي ممكن اكرر الطماطم هنا. تمام. وارفع الفلفل فوق شويه وبعد كده اكرر الفلفل هنا تحت كده بالشكل دوت عادي جدا براحتي. ابدا انت براحتك برضو فاهمني، دي حاجه ترجع لك انت في الابداع براحتك خالص. تمام. واجي هنا اخلي الشكل بتاعي زي ما انت شايف حاليا كده، ممكن اسيبه كده، ممكن انا بقى اعدل فيه اكتر واكتر براحتك عيش فاهمني، يعني انت عيش الموضوع مفتوح خالص براحتك خالص. واجي هنا معايا ممكن اجي اضيف شويه ماتيريال تانية زي فكره بقى ان انا خلاص كده كده هحط اللوجو، احط ارقام موبايل في اي مكان من الاماكن دي، يعني انا ممكن ارفع الكتابات هنا واخلي ارقام موبايل هنا تحت كده. تمام. وابدا احط هنا السعر بتاعي ويبقى انتهى الديزاين معايا بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. الموضوع سهل وبسيط مش محتاج منك تعقيد، الموضوع بسيط جدا. وتعالى بينا يلا بعد كده ننتقل على البوسترات التانية وهي البوسترات اللي انا اشتغلتها وعملتها بايدي اللي انا وريتها لك في اول الفيديو. يلا بينا احنا كده اشتغلنا مع بعض، عملنا تغذيه بصريه من الصفر، نفذنا تصميم من الصفر، عملنا له الكتابات وعملنا له كل حاجه واتكلمنا عن التنسيق واتكلمنا عن ازاي احنا بنجيب التكست ستايل واشتغلنا على كل حاجه. خد وقتك في تدوير، ما تسرعش ان الدنيا، مش لازم عشان انا عملتها في 10 دقايق انت تعملها في 10 دقايق، خد وقتك خالص براحتك خالص. يلا بينا ننتقل على اللي بعده. يلا بينا. وصلنا صديقي العزيز لاخر جزء معانا بقى وهي تنفيذ البوسترات اللي انا قلت لك في الاول. البوسترات دي انا اشتغلتها بالفعل واللياراتها كلها عندي وانا اللي شغالها من الصفر. طيب اشتغلت عليها ازاي؟ انا بدات زي ما انا كلمتك وفهمتك، انا جبت فكره ديزاين جاهز زي فكره اللي هو الارضيه بتاعته زي ما انت شايف حاليا كده كانت جاهزه، مجرد انا خدتها عدلت عليها واضفت كلمه البرجر بتاعتي وعملت لها ستايل. طيب وكل الكلام ده هنتكلم عنه دلوقتي. يلا بينا عشان ما اطولش عليك نتكلم عن الديزاين ده في ورقه جديده. يلا بينا يا صديقي العزيز يلا بينا. وعشان ما اخدش وقت كتير يا صديقي العزيز في ان انا اطلع لك الماتيريال من عندي من على الجهاز، لان انا الماتيريال عندي هتلاقيها ضايعه بقى لها فتره كبيره اصلا، فهبدا اخد لك ماتيريال من الفايل قصدي واوريك انا اشتغلت عليها ازاي. اول حاجه انا اشتغلت عليها وهي الباك جراوند، حطيت سوليد كلر للباك جراوند بتاعي كانت صوره. تمام. بدات اجيب الصوره بتاعت الباك جراوند بتاعتي فردتها بعود التصميم كامل زي ما انت شايف حاليا كده. كانت صوره جريدينت لقيتها على اسمه دوت على فري بيك كانت كويسه فخدتها واشتغلت بيها زي ما انت شايف. كانت صوره جريدينت عاديه جدا هتلاقي عندك على فري بيك، تيجي تكتب على فري بيك هنا كده. تمام. جريدينت باك جراوند زي ما انت شايف اهو كده يبدا يظهر لك يا صديقي العزيز الاشكال اللي انت هتشوفها قدامك دي، تختار الشكل المناسب بالنسبه لك. انا اخترت شكل زي ده كده اللي هو زي نفس الفكره ديت اللي هو اللي انا خدته واشتغلت بيه، كان درجات الالوان بتاعته كلها قريبه من بعض، هو درجات للتدرج ما بين البترولي للازرق الاساسي بتاعها. تمام. بعد كده بدات اعمل الاتي ان انا جبت اللي هو الوودن ستيج وبدات اشتغل عليها. انا كتبت هنا كلمه وودن بس مش اكتر. تمام. بدات اكتب معايا كلمه وودن يا صديقي العزيز زي ما انت شايف حاليا كده. بدا يظهر الاشكال اللي هتظهر حاليا اللي هي الاشكال دي، بدات اخد شكل منهم زي ده كده وقصيته او
الشكل دوت او الشكل ده. كل الاشكال دي تقدر تشتغل عليها. انا اخدت الشكل دوت وقصيته ونبدا ناخدها مع بعض من جديد عشان برضو ايه ابقى وفرت لك الماتيريال. اخدت شكل زي اللي انت شايفه حاليا ده بينزل معاك تمام زي ده كده، وبدات اخد الشكل يا صديقي العزيز بتاعي دخلته على الديزاين الجديد. طبعا ظبطت الحجم بتاعه على قد الديزاين، وبعد ما حطيت الباك جراوند معايا وحطيته على قد الشيب بالظبط بدات اجيب الكويك سيلكشن وعملت سيلكت للوودن ستيج بتاعتي، وبدات اعمل لها كنترول جي ومسحت اللاير بتاعتي الاصليه. بدا معايا يبقى الوودن ستيج بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. بدات اعمل لها ماسك وبدات اجيب الجريدينت تول بتاعتي عشان اعمل تدرج للون اللي هنا دوت. وبدات اخلي الجريدينت تول بتاعتي اللي هي البيزك اللي هو الابيض والشفاف، وخليت الابيض بتاعي يكون اسود عشان يقدر يمسح معايا الاشكال المقابله ليها. وبدات امشي بالجريدينت بتاعي زي ما انت شايف حاليا كده عشان ادرج اللون بتاعي زي ما انت شايف يا صديقي العزيز، عشان اللون بتاعي يندرج بالشكل ده كده. بدات اسحب الجريدينت التول بتاعتي بالشكل ده على الطرف بالظبط على الماسك عشان يعمل الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، التدرج اللوني اللي هو بيدمج الشكلين مع بعض زي ما انت شايف هنا كده. وبدات اخد معايا كلمه برجر بالفونت بتاعها. طبعا الفونت بتاعها ممكن يكون مش عندي حاليا تقريبا، لا هو عندي اصلا الفونت بتاعها كمان تمام. واخدت كلمه برجر معايا وبدات اعمل لها الشيب اللي انت شايفه قدامك ده زي ما احنا هنعمل دلوقتي. خدت كلمه برجر معايا، اكتب كلمه برجر تمام بالشكل ده صديقي العزيز. بعد اكتب كلمه برجر بالشكل ده وبدات اعمل لها كنترول تي واظبط الحجم بتاعها على قد الديزاين بالظبط زي ما انت شايف حاليا تمام اهي يا صديقي العزيز. وبعد ما حطيت فكره الكلمه برجر معايا يا صديقي العزيز زي ما انت شايف حاليا بدات اجي اعمل لها الجريدينت بتاعها هي كمان. عملت الماسك بتاعها وبرده نفس الفكره، خدت لها جريدينت من فوق ومن تحت عشان يديها الشيب اللي انت شفته دوت تمام. جيت عليها من فوق وعملت لها جريدينت كده، ومن تحت عملت لها برده جريدينت بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده يا صديقي العزيز عشان تديني نفس تدرج اللون اللي انا محتاجه منها بالشكل ده. ومن فوق نفس الحكايه برده لحد ما توصل للشيب اللي انت مستنيه. نفس الفكره هنا اهو يا صديقي العزيز. وبعد كده جبت معايا البيبر تكستشر، دخلت معايا على فري بيك كتبت بيبر تكستشر بالشكل دوت تمام. بعد ما اكتب بيبر اكتب جنبها كلمه تكستشر بالشكل ده صديقي العزيز واعمل سيرش هيظهر لي كل الاشكال ديت. خد منهم التكستشر اللي انت عايزه، وليكن نفترض ان احنا هناخد تكستشر زي دوت تمام. واخدت التكستشر بتاعي، انا عارف ان انا بشرح بسرعه بس عشان الوقت بتاع الفيديو ما يبقاش كبير بس مش اكتر. واخدت تكستشر زي ما انت شايف حاليا ونقلته معايا على الفوتوشوب زي ما انت شايف حاليا كده. بدات يدخل معايا، بدات اكبره على قد التصميم كامل اهو يا صديقي العزيز. وبعد كده عملت معايا تدرج نون بين انا اختار ان هنا من بلند مود اختار مالتي بلاي او اوفرلاي عادي جدا، بس انا اخترت مالتي بلاي عشان يديني اللي هو الدارك سيم اللي انت شايفه قدامك دوت. بدات لو تاخد بالك الديزاين قدامك بدا يبان بنفس التفاصيل بالظبط مع اختلاف طبعا لون الارضيه لان هنا الارضيه كانت مختلفه شويه. وطبعا انا كان عندي في قلب الماتيريال اللي عندي على الجهاز في قلب المكتبه لو تاخد بالك لو جينا هنا في المكتبه بتاعتي الاصليه، بس انا عشان بس ما ادورش كتير كانت عندي في قلب البي ان جي تقريبا كان عندي صوره برجر هنا في وسط الصور اهيت صور البرجر اهيت. طبعا الصور دي كلها انت تستلمها في قلب المكتبه اللي بتشتريها زي ما انت شايف حاليا. انا اخدت صوره برجر كانت عجباني منهم. ثواني كل الصور تحمل بس عشان اشوف لك البرجر اللي انا اخدته كان فين بالظبط لان هو كان شكله جميل جدا الصراحه. كان واحد من دول فين هو. وبدات يا صديقي العزيز بعد ما الصور حملت اخدت صوره البرجر اللي انت شايفها قدامك ديت بدات اسحبها معايا وادخلها على فوتوشوب عادي جدا وظبطت السايز بتاعها زي ما انت شايف وبدات احطها هنا كده. وبدات اظبط البلند بتاعها عن طريق ان انا اول حاجه كررتها 2 عشان يبقى الديزاين معايا زي ما انت شايف حاليا هنا كده تمام. وطبعا ظبطت اللي هو الاحجام بتاعتهم هما الاثنين يكونوا نفس الاحجام بالظبط عشان ما يكونش في اي اختلاف. وبعد كده بدات اظبط البلند بتاعهم هما الاثنين. وبعد يا صديقي عايز ما ظبطت الاثنين برجر بتوعي وظبطت الحجم بتاعهم بدات ادخل على المرحله الاخيره وهي مرحله البلند بتاعتي. ان انا اجي هنا اول حاجه بدات اعمل لهم الشادو بتاعهم اللي تحت عن طريق ان انا جبت سيركل برده بنفس الطريقه اللي انا اتكلمت عنها وبدات اعمل السيركل بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده صديقي العزيز واظبط الحجم بتاعها على قد حجم البرجر بالظبط يا صديقي العزيز زي ما انت شايف حاليا كده اهوت. وبدات اعمل كنترول جي للسيركل دي عشان تتكرر معايا. كنترول جي بتعمل كوبي للسيركل وابدا اكررها واحطها في نفس المكان هناك برده بحيث ان هي تديني الشادو بتاعي. وبدات اخد الاثنين مع بعض عملت لهم كونفيرت تو سمارت اوبجكت عشان كده كده الشكلين بتوعي مع بعض. وبدات اجي على قائمه فلتر بلور جاليري فيلد بلور زي ما اتعودنا عشان نعمل الشادو زي ما شفنا في اول ديزاين. بدات اعمل معايا البلور بتاعي زي ما انت شايف حاليا قللت البلور درجتين 3 عشان يظبط معايا الشكل بالشكل ده. وبدات اجي هنا على اللي هو الاوباستي خليتها 90% فقط عشان تديني الشيب دوت. طبعا دخلت على البرجر وكانت المرحله الاتيه ان انا اعمل راسترايز للاثنين لاير اصلا الاول. بعد كده اجي على اللاير اللي هي اللي فوق هنا ديت او اللاير اللي تحت الاول. بعد ما دخلت على اللاير اللي تحت طبعا هنا في تقاطع ما بين الاثنين برجر وبعض فكان لازم اعدي بالبرن تول ما بينهم عشان اعمل شيب الشادو اللي هيظهر من البرجر. وطبعا انا عديت بالبرن تول هنا كده كذا مره عشان يديني الشادو اللي انت شايفه قدامك ده تمام عشان يبان ان الاثنين برجر ملامسين لبعض. وبعد كده عديت من تحت برده على البرجر اللي هو الاساسي معايا. وطبعا تتاكد من انت واقف على انهي لاير عشان يعمل معاك الايفكت.
وتبدا تغمق من تحت عشان يبان ان هو ملامس للارضيه عادي جدا. وادي طبعا على نفس الحكايه من البرجر التاني برضو عشان يديني نفس الايفكت بالظبط. طبعا هنا كده انا ممكن اكبر بقى حجم البرجر شويه بعد ما ظبطنا الشادو، ظبطنا له كل حاجته، عشان ايه؟ عشان يبقى مالي التصميم معايا شويتين. تمام بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده. طبعا هو يقعد شويه رندر عشان احنا عاملين افكت فلتر والكلام ده كله، فبيقعد شويه رندر. نستنى لحد ما يخلص رندر. هو خلص رندر حاليا. تمام يبقى انا معايا يعتبر نص تصميم انتهى، فاضل النص التاني وهو اللوجو، وفاضل معايا الكتابات. طبعا هنا حجم التصميم غير هنا حجم التصميم، لان هنا الستيج انا مكبر حجمها. هنا الستيج انا عاملها اللي هو مبسوطه كده، اللي هو منفرده. تمام هنا انا جايب ستيج رسميه 100%، فهي مدياك شكل مختلف شويتين. طبعا هنا ممكن برضه انا اجي على كلمه برجر ديت وابدا امطها لفوق، كنترول تي، وابدا امسكها بشيفت وامطها معايا بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، عشان تديني نفس الشيب اللي انت شايفه هناك. تمام بالشكل ده كده يا صديقي عايزه، وابدا ازومها شويتين بحيث ان هي تديني نفس الايفكت بالظبط. وابدا هنا احركها لتحت شويه بحيث ان هي تكون ملامسه للستيج اهوت كده يا صديقي العزيز. وابدا بقى معايا املى الداتا بتاعتي وهي عرض الوايت فرايداي، واحط الاسعار واحط الكتابات وبس كده يا صديقي العزيز. والكيو ار كود بنعمله عن طريق موقع كيو ار كود جنريتور. انا ممكن ادخل معايا هنا اكتب كيو ار كود. تمام كيو ار كود جنريتور، هتلاقي معاك الموقع اللي هو فين، ثواني اهو، اللي هو دوت كيو ار كود جنريتور. ده الصراحه بيديك كيو ار كود دائم، تقدر تعمل منه يو ار ال، تقدر تعمل منه تكست، تقدر تعمل منه واتساب، ماب، اوديو، ايمج، كل الكلام ده. دي الحاجه الحلوه اللي فيه فاهمني. فالصراحه موضوع جميل جدا، انت تقدر تعمل حتى ليست من اللينكات بتاعتك كامله عن طريق كيو ار كود واحد. فالصراحه يعني انا بالنسبه لي الموقع ده انا بستعمله دايما وشايفه مناسب جدا. تمام فاتمنى يا صديقي عايز ان انت تشتغل على نفس التفاصيل. طبعا هسيب لك كل الماتيريال اللي انت شايفه قدامك دي والتصميم النهائي عندك برضه، عشان لو حبيت تاخد ريفرنس هسيبه لك كصوره تقدر تاخد منه كريفرنس. تمام وطبعا انت شفت الفكره بسيطه جدا، هي مجرد تظبيط شادو واضاءات وتظبيط للكتابات. الموضوع خفيف مش محتاج منك اي صعوبه. طبعا انا مش حابب اتقل عليك اكتر من كده، انا كنت هعمل لك 5 تصاميم في فيديو واحد، بس بعد ما راجعت نفسي الصراحه الموضوع هيبقى تقيل عليك جدا. فان شاء الله باذن الله انا هوقف لك الديزاين ده لحد الاثنين تصميم دول، وهعمل لك الفيديو الثاني ان شاء الله باذن الله هيكون 3 تصاميم، هينزل لك ان شاء الله باذن الله قبل السيشن الجديد بتاعك اللي هو هيكون على الميعاد اللي اتفقنا عليه، اللي هو بعد نزول الفيديو ده بيوم واحد. تمام فطبعا انا هحاول انزل لك فيديو كمان، لو لحقت تتفرج عليه تمام، ما لحقتش تتفرج عليه خلاص، عشان بس ما تقلش عليك الموضوع. واسكا يا صديقي عايز اشوف وشك على خير. سلام.